لو انت من الفئه معدومه الدخل فانا جايب لك شويه عربيات عشان تشتريها، هروق عليك برضه. واول عربيه دي انا ما برشحهاش لحد بس عشان سعرها بتبدا من 645 الف جنيه، وهي النيسان صاني. دي معانا في المرتبه الاولى والاكثر مبيعا. العربيه دي حرفيا ماشيه بمبدا كل ما تشتمها اكتر بتبيع اكتر. تاني عربيه هنتكلم عليها البروتون ساجنزها، عليها خصم 20000 جنيه فبقت ب 650000 جنيه، هتنفعك قوي لو انت من معدومين الدخل. تالت عربيه معانا ب 675000 جنيه وهي الشيري اريزو 5. ورابع عربيه معانا هي الفيات تيبو ب 695000 جنيه. خامس عربيه معانا هتزيد 1000 جنيه عن الفيات تيبو وهي الرينو تاليانت ب 696000 جنيه. والعربيه اللي انا بحبها بس شايف سعرها المفروض ينزل شويه وهي الشيفروليه اوبترا ب 725000 جنيه. والعربيه اللي هقول لك عليها دلوقتي عربيه عملت جدل كبير جدا في السوق الفتره اللي فاتت، وهي البايك يو 5 بلس. العربيه دي حقيقي تحفه جدا بسعر 750000 جنيه. وفي ناس بقى عامله جدل ان هي اقتصاديه ولا مش اقتصاديه، انا حطيتها لك في فئه معدومين الدخل. ولو مش عاجباك زود 5000 جنيه بس وروح هات المتسوبيشي ميراج ب 755000 جنيه بس. ما تنساش تعمل فولو وتبعت لصاحبك الفيديو ده لو هو من معدومين الدخل.